في قلب العاصمة، وسط الأبراج الزجاجية والسيارات الفاخرة، كان اسم لارا السيوفي يذكر دائما باحترام وهيبة. رئيسة شركة السيوفي العالمية، أصغر امرأة تقود إمبراطورية اقتصادية ضخمة في الشرق الأوسط. امرأة جميلة بشكل يخطف الأنفاس، بشعر كستنائي طويل وعينين رماديتين فيهما حزن عميق لا يراه أحد. لكن رغم جمالها وثرائها، كانت تحمل سرا مؤلما. لارا كانت معاقة. منذ 7 سنوات تعرضت لحادث مروع أثناء سفرها مع والدها، أدى إلى وفاته وإصابتها بشل جزئي في ساقيها. ومنذ ذلك اليوم أصبحت تعتمد على كرسي متحرك في أغلب الأوقات، رغم محاولات العلاج الكثيرة. ورغم نجاحها الكبير، لم ينسى المجتمع إعاقتها يوما. كان الناس يبتسمون أمامها ثم يهمسون خلف ظهرها: مسكينة، كل هذا المال ولم تستطع أن تمشي. من سيتزوج امرأة معاقة مهما كانت جميلة؟ حتى الرجال الذين اقتربوا منها كانوا يرون ثروتها قبل أن يروا قلبها. لذلك تحولت لارا مع الوقت إلى امرأة باردة وقاسية، لم تعد تثق بأحد. كانت تعتقد أن الجميع يطمعون فيها أو يشفقون عليها، وكل الأمرين كانت تكرههما بشدة. وفي مساء شتوي فاخر، أقامت شركتها حفلاً ضخماً في أحد أكبر الفنادق بمناسبة توقيع صفقة عالمية. امتلأت القاعة برجال الأعمال والمشاهير والصحافة. دخلت لارا بثوب أزرق ملكي طويل، تدفع كرسيها المتحرك بنفسها رغم وجود المساعدين حولها. توقفت الأحاديث للحظة. كانت فاتنة بشكل لا يوصف، لكن وسط الإعجاب كانت هناك نظرات شفقة تقتلها بصمت. صعدت لارا إلى المنصة لتلقي كلمتها، وبينما كانت تتحدث بثقة عن النجاح والتحديات، وقف رجل أعمال مشهور يدعى فأدي، كان معروفا بغروره وحقده عليها بسبب تفوقها الدائم عليه. ابتسم بسخرية وقال أمام الجميع: جميل أن تتحدثي عن القوة يا أنسة لارا، لكن ألا ترين أن الحياة كانت أقوى منك حين جعلتك عاجزة حتى عن الوقوف؟ ساد الصمت، ثم بدأت همسات وضحكات خافتة تنتشر في القاعة. شعرت لارا وكأن أحدهم صفعها أمام العالم كله. تجمد صوتها، اختنقت الكلمات في حلقها. كل الإهانات القديمة عادت فجأة، كل دموعها، كل ليالي الوحدة. حاولت أن تبدو قوية، لكن عينيها امتلأت بالدموع رغما عنها. وفجأة انفتح باب القاعة بقوة، ودخل رجل غريب بملابس ممزقة وشعر طويل غير مرتب يحمل كيسا قديما على ظهره. صرخ الحراس فورا: أخرجوه! لكن الرجل لم يهتم. تقدم وسط دهشة الجميع، ثم نظر مباشرة إلى فادي وقال بصوت هادئ لكنه حاد: العاجز الحقيقي هو من يملك قدمين ويسحق الناس بهما. ساد الصمت مرة أخرى، حتى الموسيقى توقفت. ضحك بعض الحضور باستهزاء: متسول! كيف دخل هذا إلى هنا؟ لكن الرجل لم يلتفت لأحد. اقترب من لارا ثم انحنى أمامها وقال بهدوء: لا تسمحي لكلماتهم أن تكسرك. نظرت إليه لارا بذهول. كان أول شخص ينظر إليها دون شفقة ودون خوف. رأت في عينيه شيئا غريبا، راحت لم تشعر بها منذ سنوات. وفي تلك اللحظة حاولت لارا التحرك بعصبية، فانزلقت عجلة كرسيها وكادت تسقط أمام الجميع. اندفع الرجل بسرعة وأمسك بها قبل أن ترتطم بالأرض. وحين أمسك يدها، شعرت لارا بصدمة غريبة، دفء قوي يسري داخل ساقيها، ثم ألم حاد، ثم إحساس لم تشعر به منذ سنوات. اتسعت عيناها، أما الرجل فابتسم وقال: قفي. نظر الجميع إليه وكأنه مجنون. همست لارا بخوف: أنا لا أستطيع. قال بثقة غريبة: أنت تستطيعين، فقط توقفي عن تصديق خوفك. شيء ما داخلها دفعها لتصدقه. تركت ذراع الكرسي ببطء ثم حاولت الوقوف. اهتز جسدها لكنها وقت. شهقت القاعة كلها. بدأت لارا تبكي وهي تنظر إلى ساقيها. خطت خطوة ثم أخرى ثم أخرى. كانت تمشي بدون كرسي، بدون ألم. تحولت القاعة إلى فوضى. الصحفيون يصرخون، الناس يبكون، والهواتف تصور المشهد كأنه معجزة. أما فادي فتراجع للخلف بصدمة وخوف. لارا نفسها لم تستوعب ما يحدث. نظرت إلى الرجل وهي ترتجف: من أنت؟ ابتسم فقط وقال: شخص مر بالألم فعرف كيف يلمس وجع الآخرين. ثم استدار وغادر القاعة وسط ذهول الجميع. صرخت لارا: انتظر،
لكن الرجل اختفى. ومنذ تلك الليلة لم تعد لارا كما كانت، أصبحت تبحث عنه بجنون. لم تهتم بالصحافة التي تتحدث عن معجزة الرئيسة الشهيرة. كل ما كانت تريده هو معرفة ذلك الرجل. بعد أسابيع من البحث وجدته أخيراً. كان يعيش في حي فقير جدا على أطراف المدينة، داخل غرفة صغيرة متهالكة. ذهبت إليه بنفسها. حين فتح الباب ورآها لم يبدو عليه أي اندهاش. قال بهدوء: عرفت أنك ستأتين. دخلت وهي تنظر حولها بدهشة. الغرفة فقيرة جدا، لكنها مرتبة ونظيفة. سألته مباشرة: كيف شفيتني؟ ابتسم وقال: أنا لم أشفك. أنت كنت بحاجة لمن يذكرك أنك لست مكسورة. قالت بعينين دامعتين: لكن الأطباء قالوا إنني لن أمشي مجددا. أجاب: الأطباء يعالجون الجسد، أما الروح فلها قوانين أخرى. علمت بعدها أن اسمه يونس، وكان الجميع في الحي يحبونه. كان يساعد الفقراء بما يملك رغم أنه لا يملك شيئا تقريبا. يشتري الطعام للأطفال الجائعين، ويجلس مع المرضى، ويصلح بيوت الأرامل. سألته يوما: لماذا تعيش هكذا؟ أجاب بابتسامة: لأن الناس حين لا يملكون شيئا يحتاجون قلبا يشعر بهم. ومع الأيام بدأت لارا تزوره باستمرار. كانت لأول مرة في حياتها تشعر بالراحة. يونس لم يكن يهتم بأنها غنية. لم يحاول التملق لها، ولم ينظر إليها كامرأة معاقة أو رئيسة شركة. كان يراها إنسانة فقط. شيئا فشيئا بدأ قلبها يقع في حبه، لكن المجتمع لم يرحمها. انتشرت الأخبار بسرعة: رئيسة الشركة تقع في حب متسول. أصبحت مادة للسخرية على مواقع التواصل. حتى مجلس الإدارة اجتمع معها غاضبا. قال أحدهم: سمعتك ستنهار. وقال آخر: الرجل يستغلك لأجل مالك. لكن لارا لم تهتم. وفي ليلة ممطرة ذهبت إلى يونس وجلست أمامه بصمت طويل. ثم قالت فجأة: تجمد مجني. نظر إليها وكأنها تمزح، لكنها أكملت بصوت مرتجف: أنت أول رجل جعلني أشعر أنني كاملة، لا ناقصة. خفض يونس رأسه وقال: أنا لا أملك شيئا يا لارا. ابتسمت والدموع في عينيها: وأنا أملك كل شيء، لكنه بلا معنى دونك. رفض في البداية. كان يخاف أن يقال إنه طمع في مالها، لكن لارا أصرت بشدة. لأول مرة في حياتها كانت تقاتل لأجل الحب، لا لأجل العمل. وفي النهاية وافق. يوم الزفاف ضجت المدينة كلها: الصحافة، المشاهير، الناس في الشوارع. الجميع يريد رؤية رئيسة المليارات وهي تتزوج متسولا. لكن المفاجأة الحقيقية جاءت بعد الزواج. اكتشفت لارا أن يونس لم يكن متسولا عاديا، بل كان طبيبا عالميا عبقريا. فقد زوجته وابنته في حادث مأساوي، فترك حياته وثروته واختار العيش بين الفقراء لمساعدة الناس بصمت. أخفى هويته لأنه سئم من الناس الذين يحترمون المال أكثر من الإنسان. وحين عرفت لارا الحقيقة بكت طويلا، ثم قالت وهي تمسك يده: حتى لو كنت أفقر رجل في العالم كنت سأختارك. ابتسم يونس وقال: وأنا أحببتك يوم رأيت امرأة محطمة تحاول أن تبدو قوية أمام عالم قاس. مرت السنوات وأصبحت قصتهما أسطورة تتحدث عنها المدينة. الرئيسة الجميلة المعاقة والمتسول الغامض أثبتا أن الحب الحقيقي لا يرى الإعاقة، ولا يهتم بالمال أو المكانة، بل يرى القلب فقط. وفي كل مرة كانت لارا تمشي فيها وحدها كانت تتذكر تلك الليلة التي أهانوها فيها أمام الجميع. لكن الله أرسل لها فيها الرجل الذي أعاد إليها ساقيها وقلبها وحياتها كلها.